إعلاميون شيعة صنعتهم مجموعة MBC. في هذا الفيلم نستعرض بعض الشخصيات المهمة وتوجهاتها لنميط اللثام عن هذه المؤسسة المريبة. الشيعي علي جابر، المدير العام لشبكة MBC، يذكر تاريخه أنه كان مقاتلا في صفوف حركة أمل الشيعية أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، ويحمل الآن أفكارا ليبرالية وتغريبية. الشيعي محمد سويد، رئيس قسم الأفلام الوثائقية، المشرف الأول على إخراج الفيلم المشبوه حكاية حسن، والذي أثار عاصفة انتقادات كونه يلمع الأمين العام لحزب الشيطان اللبناني المتطرف حسن نصر الله. أنطوان عون، رئيس قسم البرامج، مسيحي لبناني له اتصالات مع قيادات في حزب الشيطان. أحمد الساروت، المسؤول عن برنامج مقابلة خاصة، وهو شيعي متطرف يدافع عن الخميني وأفكاره أينما ذهب. من أخطر المقدمين الشيعة طاهر بركة، وهو أخطرهم، سماح السيد، نجوى قاسم، طالب كنعان، ريما صالحة مقدمة برنامج صناعة الموت، أحمد علي الزين مقدم برنامج روافد. ملف الأحواز، يتولى هذا الملف مسعود الفك، شيعي متطرف. يقوم هذا الشيعي الخبيث ومعاونوه بتناول قضية الأحواز عبر تحويرها إلى المطالبة بحكم ذاتي تحت مظلة المرشد الإيراني علي خامنئي، وليس تحرير الأحواز كما يطالب شعبها المحتل. ملف العراق، يدير هذا الملف نوفل الجنابي، شيعي من حزب الدعوة المتطرف. مكتب لبنان، كل العاملين به من الشيعة أعضاء في حزب الشيطان، ومنهم منى حطوم والأستاذ زهير والأستاذ عدنان. مكتب فرنسا، يديره الأستاذ حسن قنيبر، شيعي له علاقة قوية بحزب الشيطان. ما ذكر في هذا المقطع لا يمثل إلا غيض من فيض لما يدور في تلكم المؤسسة المشبوهة، وقد تجاوزنا عن عديد من الشخصيات لنذكرها في جزء قادم يعري أعداء هذا الدين والبلاد.